آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة لم تبقى من ذنوبه ذرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العلي العظيم. باسم حمولة البعلوان نرحب بكافة العمام والأخوة في مضيفكم مضيف الحاج سلمان، فأهلا وسهلا بكم وكلنا خدما لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يرعاكم بعينه، وأن يوحد كلمتكم لما فيه الخير والطمأنينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم بالإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعماركم، إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير. وشكرنا الجزيل لكل من حضر إلى هذا المضيف المبارك الذي يستقبل الداني والقاصي من الناس الذين يأتون إلى هذا المضيف ليتباركوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بركة بجمعكم هذا. أسأل الله لكم التوفيق. إن شاء الله الآن كلمة لعم الحاج عبد أو من ينوب عنه نسمعها إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى له إطالة العمر. الوقت اللي عندي مريض اخول ابو رايد جاسم. واشكرك واشكركم جميعا. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم الذي أنزل به الروح الأمين عندك في أم الكتاب العلي عظيم أن تحفظ هذه الديار ومن سكنها ومن جلس فيها ونحن معهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بتكليف من العم الحاج عبد حسن الشبيب الطائي، وكلني أن أتحدث عنهم بسبب تنازله من رئاسة فقد البعيسة إلى البعلوان. أولا عمي عبد الله يعطيه الصحة والعافية مرتبط بأعمال كثيرة، ومن ضمن هاي الأعمال هو الجهاد في سبيل الله والمشاركة مع الحشد الشعبي. في كل أسبوع يذهب إلى هناك ويؤدي الواجب المقدس مشاركة مع إخوته المجاهدين وأبنائه، وسلك طريق ما سلكه إمامنا الإمام الحسين عليه السلام بمحاربة الأعداء ومحاربة من تجاوز عليه وطاول عليه. فتنازل عمي عبد إلى الأخ العزيز وابن العم العزيز أبو عماد من كل قلبه ومن كل جوارحه وبكل قوته، فلا تتصورون ضعفه أو قلة مشاركته بالمجالس. لا، عمي عبد علم عالي في كل المجالس العشائرية، أسوة بعشائر مدينة الصدر والعشائر المحافظات الأخرى، فهو علم عالي سواء كان رئيس فقد أو كان بدون رئيس فقد. هو من قبل هو علم عالي، وإن شاء الله كل الحضور وكل الجالسين أعلام عالية ومعروفة بإذن الله. باسم عمي عبد الحاج عبد الحسن الشبيب الطائي نرحب لآل علوان الكاظم، وشوف من راح يكون ابو عماد او من غيره يستلمها، فراح نبارك لهم جميعا ونبارك لاولاد عبد الرحمن موفقين واختاروا الشخص المناسب ابو عماد اللي رشحه عمي عبد او ما انتم يناسب لكم. فبارك الله بالجميع والله يحفظ الجميع، واللهم ربي يحفظنا جميعا ويسترنا. اللهم بحق من شافيته من غير طبيب
أن الشافي أمراض الجالسين جميعا وأنا من ضمنهم. رحم الله والديك. اللهم يا من خلقت عيسى بغير أب أن تعطي لمن يريد الذرية الصالحة والذرية الطيبة إن شاء الله. اللهم يا من جعلت موسى ينتصر على من ادعاه انه الرب، ان تنصر جيشنا الباسل وتنصر ابنائنا في الحشد الشعبي ان شاء الله على اعداء الاسلام واعداء الامه العربيه. اللهم وبحق من اعطيته كل الحب اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تنطي وتجعل الحب والمحبة والمودة والتماسك إن شاء الله واللقاءات العشائرية والعائلية في كل من يسمع كلامي وكل الحاضرين والسامعين إن شاء الله. فشكرا لكم، وأهدي ثواب الفاتحة لأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين ولأموات المرحوم علوان الكاظم جميعا. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن رحم الله والديك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. احنا قدامك واحنا ان شاء الله سند لك وتبقى ويانا علم عالي ان شاء الله تاج على رؤوسنا وخاصة على رؤوسنا. باسم عائلة البعلوان جميعا صغيرا وكبيرا نشكر عمنا العزيز الحاج عبد الحسن الشبيب، ونشكر أخونا العزيز أبو رائد على هذه الكلمة النيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم سندا وذخرا لنا، فبغيركم لا ثمن لنا ولا قيمة إلا بكم. وأنا والله في هذه الجلسة المباركة وكأنما الأموات الآن حاضرين معنا أرواحهم ترفرف فوق رؤوسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة إن شاء الله. نحن خدم لكل الحاضرين ولكل الطيبين ولكل عشيرة البغادة. إن شاء الله نكون عند حسن الظن، وإن شاء الله نحن نبارك كعائلة البعلوان إلى أخينا العزيز أبو عماد على إن شاء الله يكون هو خادما لهذا الفخر، وإن شاء الله نأخذ من عند العهود على أنه لا يمشي خطوة واحدة إلا بعد استشارة عمانه عمنا الحاج عبد وأخانا الحاج مهدي وكل الطيبين، لأنهم هم إن شاء الله الحكمة وهم الخبرة وهم الأعلام المرفوعة فوق الرؤوس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويطيل في أعمارهم. إن شاء الله في هذه الجلسة المباركة أفتح المجال لأخي أبو عماد يتكلم، وإن شاء الله نأخذ من عنده العهد على أنه لا يخطو خطوة إلا بعد الاستشارة، وكذلك وأمامكم وأمام الحاضرين لنا عهد أمام الجميع على أنه إذا كان تقصيرا من أخينا أبو عماد وحشاء إن شاء الله يقصر، إذا كان تقصيرا فنحن أخذنا عهدا على أنفسنا على أن نقول له يا أخينا أخرج من هذه المهمة فإن فيها تقصير ونسلمها لغيره. كذلك هناك عهد من أخينا أبو عماد عهده لي على أنه لا يتقدم خطوة إلا بعد استشارة أخوته، وخاصة أخونا أبو هيثم الذي هو كبير العائلة، وبالدرجة الأخرى أخينا أبو علي عامر لأنه له ثقل على مستوى الفخذ وعلى مستوى العشيرة وعلى مستوى باقي العشائر، فإنه علم من الأعلام الذي يمثل عائلة البعلوان وله اسم لامع، ولكن
كما يقول المثل سعيد التكفى بخوه، وإن شاء الله الكل يد واحدة لخدمتكم ومن الله التوفيق. اتمنى ابو عماد يختمها. انا عندي كلمه صغيره اسمع. تفضل. اتمنى ابو عماد هو يختمها لانه تفضل. تفضل. اللهم صل على محمد وعلى الحقيقه نعيش جو ديمقراطي نادر ما يحدث باقي العشر او الافخاذ اللي بعشيرتنا. مبادرة العم حج عبد درس يدرس باقي الافخاذ اللي شظت وشتتت كل ما يتمسك بموقعه لانه يصور انه فيها مكاسب فيها امتيازات. المبادرة اللي قام بها العم حج عبد هي ما تنم عن عجز وعدم قدرة على القيادة، لكنه مثل ما قال ابن عمي براد انه التزامات ومسؤوليات اخرى، وسلم راي لرجل كفء واثقين من عنده، واثقين من هاي العائله الكريمه. حجي سلمان، حجي داوود، اعلان، ومع ثقتنا المطلقه بكل ما كانوا قدرتهم على القياده وعلى الحوار وعلى كل شيء، الا انه كانوا يستشيرون وكانوا لا يتبنون راي دكتاتوري، بل كانوا يعني ارائهم بالاستشاره، مع انه ليس بحاجه للاستشاره، لكنه هذا نوع من اصطفاء النيه وحسن النيه والاخوه. انا عندي بس شغله واحده اريد اقولها لعمامي بالفقر، هي تمني لا فرض لكنه تمني. اتمنى انه لا تفرض علينا ايرادات من الخارج الفخذ تتناقض مع بنود قانون ونظام العشيره، من ناحيه الفصل اللي الواجب او من ناحيه الفصل اللي يفرض تعسفا على العشيره بمجاملات اخرى، وبالتالي تحس بغصه، ابناء الفخذ يحسون بغصه من جراء هذا التصرف. نتمنى انه نلتزم تطبيقا والتزام فعلي بكل بنود نظام العشيره وقانونها بكل تفاصيله. واسف اذا طلعت ودوختكم اني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نبارك بعم الحاج عبد والاخوان الاكبر من عندي سنا، اخوتي وابن عمي ابو سيف. وانا حقيقة ما اريد اطول الحديث معاكم، انا رحب بكم وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واكون خادم لهذا الفخذ، واي شيء يكون تقصير الاصغر من عندي يجي يقول لي انت قصرت في فلان شيء، وارحب بهالشيء هذا يعني. وبارك الله بكم ويا اهلا وسهلا. واحنا يمكن تعبناكم الطريق مسافه الطريق، فنسال الله عز وجل ان يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أول المهنئين نيابة عن العم عبد حسن الشبيب جاسم محمد حسن الشبيب الطائي، أرحب وأهنئ وأبارك للأخ أبو عماد باستلام هذه المهمة، وإن شاء الله يكون قادر عليها وقادر على مسيرتها إلى ما هو خير وبركة إلى الفخذ وإلى العشيرة. هنيئا لك يا أبو عماد، وإن شاء الله تكون أهل لها. شكرا جزيلا. بالتوفيق إن شاء الله.